تخليص اول جولتين في اقل من دقيقتين في الدوري المصري. عوده الدوري المصري ومتعه الايجيبشن ليج. واول احصائيه معانا ان المتصدر الدوري بعد اول جولتين هو المصري، والفرقه الوحيده اللي قدرت تكسب الماتشين بتوعها. مقابل كده الفرقه الوحيده اللي ما عرفتش تكسب ولا ماتش ولا تحقق ولا نقطه هو سيد البلد اتحاد سكندري، للاسف. وبدايه سيئه جدا. مع صراع الدوري المصري عارفين ان اللي بيسارع للاخر اهلي، زمالك، بيراميدز. هم الثلاثه بعد اول جولتين 4 نقط. الاهلي وبيراميدز تعادلوا اول جوله وقدروا يكسبوا ثاني جوله. طبعا الزمالك هو اللي كسب الجوله الاولى. طبعا عارفين نادي الزمالك ما بيكسبش حد ولازم يرضي المنافسين بتوعه. فقال لك لا، الاهلي بيراميدز تعادلوا يا باشا الجوله، لازم انا كمان اتعادل وابقى زيهم. ما ينفعش نفرد الصداره. شكرا نادي الزمالك، نادي العزيز اللي دايما بيفرحنا، اللي حتى لو في اخطاء دايما بيلحقنا. واللي بيشارك الاهلي والزمالك وبيراميدز 3 فرق تانيين بنفس عدد النقاط، 4 نقط، قدروا يكسبوا ماتش ويتعادلوا ماتش. زد، ام بي، ومودرن سبورت. مودرن كلنا شفناها السنه اللي فاتت كانت خلاص هتهبط، هبطت فعلا لولا تغيير اللوائح والغاء الهبوط والمسرحيه اللي احنا كلنا شفناها. بس قدر ان هو يفوز السنه دي ويحقق مكسب وتعادل، ويتعادل قدام النادي الاهلي. فدي بدايه احسن مما يكون لنادي مودرن. طبعا احنا عارفين ان عدد فرق الدوري السنه دي عدد فردي 21 فريق، ففي فريق في كل اسبوع ما بيلعبش. والفرقتين اللي كانوا معانا اول اسبوعين الجونه وحرس الحدود. والمفارقه الغريبه ان الفرقتين دول قدروا يلعبوا ماتش ويكسبوه. فهم برضه عندهم امكانيه ان هم ينافسوا المصري، تبقى الفرقه الوحيده اللي ما خسرتش لغايه دلوقتي. بس هم لعبوا ماتش واحد ومعاهم 3 نقط. فبيجوا بعد المصري في المركز الاول 6 نقط، والاهلي والزمالك وبيراميدز قلنا الاربعه ومعاهم 3 فرق تانيين، ام بي، زد، مودرن سبورت. وبعدين يجي الحرس والجونه. وبعد الجونه والحرس في الترتيب بيجي 3 فرق قدروا يلعبوا ماتشين ويتعادلوا الماتشين دول وياخدوا النقطتين. بتروجيت وغزل المحله وسموحه بيجوا بعد الحرس والجونه في الترتيب. باقي فرق الدوري كلهم بعد بتروجيت وسموحه وغزل المحله عندهم نقطه واحده بتعادل وحيد وخساره الى المركز الاخير، وهو الاتحاد السكندري اللي ما عرفش يكسب ولا ماتش ولا يتعادل ولا ماتش، وتزين مؤخره الدوري برصيد خالي من النقاط. وبدايه سيئه جدا لسيد البلد. بقى الاحصاءات سريعه. هدافين الدوري في اول جولتين واكتر ناس صنعت اهداف في اول جولتين، في لاعب مشترك في الاثنين وهو احمد السيد زيزو. واحلى بالونه من غريمي الزملكاوي، احلى بالونه الغريمي. بيتصدر قائمه الهدافين هو ودغموم برصيد هدفين لكل منهم. وبيتصدر قائمه صنيعي الاهداف مع علي فوزي ومحمد هاني. محمد هاني برصيد هدفين برضو، صناعه هدفين لكل واحد فيهم.